طلابي واولياء اموري المحترمين، انا عملت فوت وطلبت من الناس ايه اكتر حاجه عايزين تشوفوني بشرحها وايه اكتر حاجه بتلخبط الطلاب. طبعا ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اشرح كيفيه تكوين السؤال. تعالوا مع بعض نشوف بشكل سريع سلسله هعملها لكم لتكوين السؤال. كل مره هقول لكم معلومه او اشرح لكم جزئيه نعرف بيها ازاي نكون السؤال، وخاصه الطالب اللي عنده صعوبه في تكوين اسئله الدائم. اول حاجه لو اشتغلنا بالجزئيه الاولانيه بفيرب، انا عايزه فيرب تو دو، انا مش هشتغل بفيرب تو بي دلوقتي لان فيرب تو دو اصعب شويه للطالب. انا عندي فيرب تو دو بينقسم 3 حاجات، يا اما فيرب تو دو اللي هي عندي دو وداز في البريزنت يبقى انا هجيبهم في البريزنت، الفعل في المصدر يبقى انا هسال بدو، الفعل فيه اس يبقى انا هسال بداز. في عندي تصريف تاني او باست سمبل يبقى هسال بديد. اول حاجه انا عندي نوعين من السؤال، عندي سؤال بيبدا بكويستشن وورد زي وين زي وير زي وات زي هاو، وفي عندي كويستشن بيبدا بفيرب او هيلبينج فيرب فعل مساعد. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لما اجي اعمل ده سؤال مثلا واجي اقول اجابته مثلا yes I play with my friends، اروح قايله لك on Friday انا بلعب مع اصحابي يوم الجمعه، واقول لك بعد اذنك ميك كويستشن كون لي سؤال. بلاقي اولياء الامور والطلاب عندهم مشكله كبيره جدا في النقطه دي. اول حاجه الاجابه هنا بدات بيس، ما ينفعش اسال بكويستشن وورد او اداه استفهام، هسال بهيلبنج فيرب. فيبدا الطالب يقول طب انا هسال بايه؟ طب انا هعرف السؤال منين؟ اول حاجه انت هتبص في عندي حاجه اسمها subject يعني فاعل، وبعد الفاعل في حاجه اسمها verb اللي هو الفعل. انا عندي الفعل احط ايدي كده عليه، فعل جاي انفينيتيف في المصدر، اول ما اشوفه في المصدر يبقى انا عارف ان انا هسال بدو. ايه ده يا مس؟ طب انا ما سالتش مثلا بوين ليه؟ بدل الاجابه بيس او نو بنسال بهيلبنج فيرب او فعل مساعد، ما بسالش باداه استفهام. امال امتى اسال باداه استفهام؟ لو الاجابه بادئه باي، لو قلت I play with my friends on Friday يبقى انا هسال باداه استفهام. طب انا هسال على طول بايه لو كان عندي يس او نو؟ هسال بالفعل المساعد على طول بدون اداه استفهام. فاروح سأل اقول ايه؟ do زائد الفاعل اللي هو you دايما بتتحط مكان I، يبقى do you play، هل انت بتلعب with your friends on Friday؟ هيروح قايل لك yes I play with my friends on Friday، بس اللي بغيره الضمائر. يعني انا عندي ضمير الملكيه my بنحولها لايه؟ بنحولها ليو. يبقى ده اول جزئيه كيفيه تكوين السؤال بفيرب to do في حاله عدم وجود ايه؟ في حاله عدم وجود بدايه الجمله فاعل، انا ببدا الجمله yes or no. طيب لو انا هبدا الجمله بفاعل يعني هو نفس الاجابه اهو، رحت قايله لك ايه؟ I play football، نفس الجملة أنا هعملها لك بشكل بسيط خالص. I play football on Friday. من وجهة نظرك كده أنا هسأل عن إيه؟ أنا هسأل عن مثلا Friday. أنا عندي هنا ممكن أعمل سؤالين، ممكن أسألك أنت بتلعب كورة إمتى وده هيبقى سؤال، والسؤال التاني اجي اقول لك انت بتعمل ايه يوم الجمعه، ادي سؤال تاني. في الحاله دي انا بعرف اداه الاستفهام على حسب الطلب اللي هو طلب مني في الرايت. يعني مثلا اما اجي اقول when، الفكره سهله جدا جدا. لو انا هسال عن فرايداي لازم احذفها وهبدا اسال، انا الفعل عندي في المصدر يبقى هسال بدو بلس subject فاعل اللي هو يو بلس infinitive اللي هو play، يبقى when do you play؟ خلاص معايا فوتبول، انت بتلعب كوره امتى؟ ادي اول سؤال. طب ممكن اعمل سؤال تاني، لو انا هسال على فوتبول فاروح قايله لك ايه؟ اروح قايله لك وات اهو I play فوتبول، نفس الجمله انا ماشيه بيها باسئله مختلفه. on Friday انا بلعب كوره يوم الجمعه، هروح قايله لك ايه؟ اول حاجه اروح قايله لك بتعمل ايه يوم الجمعه؟ يبقى وات، الفعل هنا infinitive مصدر يبقى هسال بدو بلس subject الفاعل يبقى يو بلس infinitive اللي هو بدل يو دو بدل play هنحط do. what do you do on Friday؟ بتعمل ايه يوم الجمعه؟ يرد عليك يقول لك I play football. دي اول جزئيه عن كيفية السؤال، سواء هنسأل بهيلبنج فيرب أو هنسأل بكويستشن وورد زي وات أو زي وير أو زي وين. ده بالنسبة للفيرب تو دو لو أنا جايب الفيرب انفينيتيف، ونركز فيها كويس جدا لأنها بتلخبط طلاب كتير. طب النوع التاني نفس السؤال بس بدل ما أسأل بدو هسأل بداز. يعني إيه؟ يعني أنا عندي أهو مثلا الطالب بيقول إيه؟ yes. انا دايما بجيب yes ليه؟ عشان لو انا قلت no مثلا he doesn't فانت باين قدامك doesn't فهتعمل مقص وخلاص. لكن لما اجي اقول yes she
reads books هي بتقرأ كتب، خلاص. in her free time في وقت فراغها، بتقرأ كتب في وقت فراغها، تمام. فأنا عايزة أقول لك إيه؟ أول حاجة أنا بدل في عندي إجابة بيس، يبقى مش هينفع أسأل بوات ولا وير ولا وين ولا هاو ولا أي question word. هضطر أسأل بإيه؟ هضطر أسأل بhelping verb اللي هو الفعل المساعد. وإحنا اتفقنا علشان أعمل سؤال لازم أشيل يس. وبص على الفيرب هنا إيه؟ read في اس. لو في اس بعلم الطالب كده، لو في اس هنسأل does، 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 لو في do بنجيب مع المصدر اهو، لو في مصدر يبقى do، لو في اس هيبقى does بلس subject الفاعل اللي هو she زائد الانفينيتيف read. ايه ده يا مس؟ بنقول للولاد الصغيرين بدل احنا حطينا does يبقى لازم نشيل الاس. does بتشيل الاس، يبقى نروح سائلين does she read books مثلا in her free time؟ اقول لك yes she reads books in free time. طيب انا لما اجي اعمل سؤال تاني ويشيل yes خالص واروح قايله she reads books in her free time، تمام. يبقى انا بقى عايزه اسال هي بتعمل ايه. اولا اول حاجه خالص هروح انا محدده انا هسال عن ايه، هي بتعمل ايه، يبقى ده الفيرب انا هسال عنه. وات الفعل هنا اخره ايه؟ اخره اس، يبقى هنسال does بلس subject الفاعل she بلس انفينيتيف الفعل في المصدر. دايما اشيل الفيرب اللي في الانفينيتيف ونحط مكانه do. what does she do in her free time؟ هي بتعمل ايه في وقت فراغها؟ يبقى انا كده لاحظت حاجه، ان انا لو حطيت does او حطيت do بجيب بعدهم subject. يعني ايه subject؟ بجيب بعدهم الفاعل. طب حد يقول لي يعني ايه فاعل؟ اول كلمه في الجمله sentence اسمها فاعل، يبقى does بلس subject خلاص معايا بلس infinitive. يعني ايه infinitive؟ المصدر بدون اضافات. ده بالنسبه للبريزنت سمبل المضارع البسيط اللي هو مع المفرد بنزود اس، مع الجمع بنجيب الفيرب infinitive. طب افرض الجمله in the past simple في الزمن الماضي برضو بشتغل بفيرب to do، تمام. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا جمله بيقول لي yes he watched this film، هي اتفرجت على الفيلم ده yesterday امبارح. طب عايز اعمل question سؤال. اول حاجه اتفقنا لو انا عندي الاجابه بيس ما ينفعش احط question word اداه استفهام، بضطر اشيل يس ونشوف الفيرب. الفيرب هنا ايه؟ in the past في الماضي، اروح سائله بديد بلس subject الفاعل اللي هو he زائد الانفينيتيف، يبقى did he watch اللي هو المصدر this film yesterday. كمل الجمله عادي. اهم جزئيه عندي اللي هو verb to do اللي هو do لو الفعل في المصدر بسال بدو، اس لو الفعل فيه اس بسال does، بس ماضي يبقى الفعل في الماضي بنسال did، يبقى do او does او did بلس subject للفعل بلس infinitive. اتفقنا مع بعض لو الاجابه بيس ونو بسال بفعل مساعد. طب لو انا عندي الاجابه كده اهو اهو، قال لك he نفس الجمله بس انا شلت يس، he watched this film yesterday. قدامك سؤالين ممكن تعملهم. نكتفي بسؤال مثلا لو انا عايز اسال مثلا عن yesterday، يبقى هنا هحط question word اداه استفهام فهسال بوين بلس خلاص الفعل المساعد اللي هسال بيه ايه. احنا قلنا بنبص للفاعل ثم الفعل، الفعل هنا فيه اي دي يبقى هنسال بديد بلس subject الفاعل he بلس infinitive watch، يبقى اروح قايله ايه when did he watch this film، وهشيل كلمة yesterday في حالة الكويستشن السؤال. ممكن اعمل حاجة تانية اقول what did he do yesterday؟ عمل امبارح، هتروح قايل لي he watched a film. يبقى انا كده لخصت الاسئلة بverb to do اللي هو سواء does سواء do سواء did. ازاي اسأل بأداة استفهام، وازاي لو انا عندي الاجابة بيس او نو هنسأل من غير أداة استفهام. اتمنى نكون استفدنا النهارده. كل حصه ان شاء الله او كل فيديو هيعمل لكم تكوين السؤال بشكل مختلف. النهارده verb to do، هنعرف ان شاء الله بقيه الحاجات اللي بنكون بيها السؤال عشان تبقى الموضوع سهل وبسيط. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في فيديو جديد.